حبايب قلب ام سوزي الغاليين، عاملين ايه؟ اللي دايما منوريني ومشرفيني في القناه. النهارده بقى يا حبايب قلبي دخلت على المطبخ بتاعي، شايفين بقى المواعين دي كلها حبايبي. قلت بقى اغسلها واغسل البوتاجاز واروق المطبخ وانضفه. لازم انضف المطبخ واروقه بعد الفطار يا حبايب قلبي، عشان لما اخش اعمل الغدا يكون مطبخي نضيف ورايق يا حبايبي. انا كل ما بنفطر واخش اروق المطبخ وانضفه قبل الغدا يا حبايب قلبي، برضو وانا داخله اعمل الغدا يكون نظيف ورايق ومفيش اطباق في الحوض ولا في حاجه، والبوتاجاز يكون نظيف كده. وافتحي نفسي كده حبايب، نوروني كده وشرفوني. ما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك في القناه يا جماعه. اغسل المواعين بتاعتنا الاول كده ونفضي الحوض الاول اهم حاجه، وبعدين نخش على البوتاجاز نغسله ونغسل الرخام ونروق الدنيا يا حبايبي. شايفين طبعا زي الفل ازاي اغسل بقى البوتاجاز. بس برضو بطاطس ومخلينه كويس زي ما انتم شايفين كده. شوفوا اغسلوا غسله حلوه كده حبايبي زي الفل. كده بقى في البوتاجاز على طول، كل ما بعمل اي اكل بروح غسلاه. البوتاجاز بتاعي جديد وزي الفل يا حبايبي، نضيف على طول.
شايفين يا حبيبي؟ شايفين يا زهرين؟ يبقى في المطبخ راح زي الفل يا حبايبي. هجيب بقى الميه امسح بقى ارضيه المطبخ يبقى ايه نضف وراح زي الفل يا حبايبي. شايفين بقى المطبخ بتاعي راح زي الفل. روقته ونضفته وغسلت المواعين وخليته فل. ادخل بقى اعمل الغدا بتاعي يكون مطبخي انت فل. كده اكون خلصت الروتين بتاعي ومع الف مليون سلامه يا حبايبي.